السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة رابعة. أنا مس أميرة ودي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض مذكرة المتميز الأستاذ محمود سعيد لمادة الآي سي تي للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لمحتوى امتحان شهر مارس. الفيديو اللي فات أخدنا ليسن 7 وحلينا كل الأسئلة بتاعته. إن شاء الله هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف تحت الفيديو. النهاردة بإذن الله هناخد ليسن 2 وليسن 3 ونحل كل أسئلتهم. بليز لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير للفيديو لجروب الكلاس. ودلوقتي يلا نكبر الشاشة ونقول بسم الله ويلا بينا نبدأ. Lesson 2 بعنوان Problem Solving Skills، يعني بيعلمك مهارات ازاي تحل اي مشكلة ممكن تقابلك. بيقولك لما تيجي تستخدم ادوات التكنولوجيا ممكن يقابلك problems، انت لازم تفكر في البروبلم دي وتحاول تحلها. When using ICT tools you may face problem that you will need to think through and solve. طب يا ميس افكر ازاي في المشكله دي وازاي ابدا احلها؟ بيقول لك انا دلوقتي هقول لك على خطوات امشي عليها عشان تقدر تحل اي مشكله. نمبر 1 construct a hypothesis. يعني ايه يا ميس؟ يعني افترض فرض. برضه يا ميس مش فاهم. يعني مثلا انت جيت تفتح برنامج الوورد وجيت تكتب لقيت البرنامج مش بيكتب اي حاجه. هتحط فروض. الفرض الاولاني يمكن البرنامج عايز اعمله ابديت، الفرض التاني ممكن الكيبورد بتاعتي باظت، الفرض التالت ممكن الكابل بتاع الكيبورد مش متوصل صح في الكمبيوتر بتاعي. يعني انا بفترض فروض عشان احل المشكله. construct a hypothesis. ايه مثل hypothesis؟ hypothesis is an educated guess، هو تخمين بس تخمين مدروس about how things work. يعني الفرض اللي انت هتحطه ده عبارة عن تخمين عن الحاجة دي بتشتغل ازاي. وكمان كلمة hypothesis ليها تعريف تاني. It's an attempt to answer your question with an explanation that can be tested. بيقولك ان الفرض اللي انت بتحطه ده هي محاولة للإجابة أو تفسير الحاجة اللي انت عملته، والفرض ده ممكن اختبره. يعني ايه مش ممكن اختبره؟ يعني مثلا لو انا قلت ان الكيبورد مش شغالة ممكن اجيب كيبورد تاني واحطه، لو اشتغلت يبقى الكيبورد بتاعتي كانت بايظة. لو قلت ان الكابل بتاع الكيبورد مش متركب كويس هعمل تيست للهايبوثيسيس بتاعي، هبدأ اشيل الكابل واحطه تاني، يبقى انا كده بختبر الفرض اللي انا حطيته. تاني يا ميس لو سمحتي، انا دلوقتي بكلمك عن الخطوات اللي يخليك تقدر تحل المشكلة بسهولة. اول حاجة construct a hypothesis، وكلمة hypothesis هي عبارة عن تخمين مدروس عن الحاجة دي بتشتغل ازاي. A hypothesis is an educated guess. يعني لما يجي يقولك ايه هو ال educated guess about how things work هتختار كلمة ايه؟ hypothesis. برافو عليك. وكمان يا ميس الفرض ده هو محاولة للإجابة على الاستفسار بتاعك، وكمان الهايبوثيسيس ده can be tested، يعني ممكن اختبر الفرض اللي انا قلته ده. يبقى بعد ما احط الفرض اختبر الفرض. يبقى construct a hypothesis. Number 2 test your hypothesis. طب افرض مثلا بعد ما انت شلت الكابل بتاع الكيبورد وحطيته تاني فالكيبورد برضو ما اشتغلتش، يبقى الفرض اللي انت حطيته ده طلع غلط. طب لو الفرض بتاعك طلع غلط بيقولك don't worry ولا يهمك، we learn from our mistakes، بنتعلم من الأخطاء بتاعتنا. وبيقولك شوف انت اتعلمت ايه من الخطأ ده، what did you learn and how can this help you make your next hypothesis. بيقولك لو الفرض بتاعك طلع غلط لو سمحت ما تزعلش وابدأ اتعلم من الأخطاء بتاعتك وابدأ حط الفرض الجديد، لكن من فضلك خلي بالك من نفسك لما تيجي تعمل تيست للهايبوثيسيس بتاعك ما تعملش أي حاجة غير لما تكون آمنة. Don't conduct any test which is not safe. ماشي يا مس أميرة؟ يبقى أنت دلوقتي قلتيلي ال steps to make problem solving easier، بتقولي لي الخطوات لتسهيل حل المشكلة. Number 1 construct a hypothesis. Number 2 test your hypothesis. وبيقولك كمان لو عندك مشكلة كبيرة لو سمحت قسمها لحتت صغيرة عشان تقدر تحل المشكلة دي. يعني مثلا لو انا جيت قلتلك لو سمحت اعمل لي رحلة، فهتقولي ايه ده يا مس؟ انا يا مس اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ هتلاقي نفسك كده مش عارف تحل المشكلة. لكن لو جيت عملت لها بريك داون، لو قسمتها لحتت صغيرة، يعني مثلا قسمتها للمكان اللي انت عايز تروح فيه الرحلة، امتى ميعاد الرحلة، سعر الرحلة، هتروحوا ازاي المكان اللي انتوا رايحينه الرحلة، ايه الادوات اللي ممكن ناخدها معانا. يبقى انت كده عملت ايه؟ قسمت المشكلة لحتت صغيرة فتقدر تتعامل مع المشكلة وتحلها بسهولة. يبقى breaking down problem into smaller section، قسم البروبلم لحتت صغيرة.
Example number 1. Your teacher wants you to organize the class trip. التيتشر بتاعك بيقولك رتب لي الرحلة للكلاس بتاعك. It seems quite difficult. بتبان إن هي حاجة صعبة. But it break it down into smaller tasks. لو قسمتها لتاسكس صغيرة لمهام صغيرة it become more manageable. تقدر إن أنت تدير الموضوع. طب ايه مس هقسم الرحله لايه؟ نمبر 1 destination for the trip، يعني المكان اللي انت هتروح الرحله. هتروحوا فين؟ هتروحوا المنتزه، هتروحوا الملاهي، ده الديستنيشن بتاع التريب. نمبر 2 when you will go and at what time، هتروحوا يوم ايه والساعه كام. نمبر 3 the price، سعر الرحله. نمبر 4 how you and your class will get to the destination، هتروحوا الرحلة دي بإيه؟ بباص المدرسة، بمشروع، بتوك توك، بأتوبيس. شوفوا هتروحوا الديستنيشن بتاعكم ازاي. What everyone will need to bring، كل واحد محتاج ياخد معاه ايه. لو سمحتم يا جماعة كل واحد هيجي بالأكل بتاعه، كل واحد يجي بالبوتل بتاعت الواتر بتاعته. يبقى انت كده بتقول للناس يجيبوا ايه معاهم. آخر حاجة a list of rules to follow on the day of trip. لما تبقى مسؤول انك تطلع رحلة بتحط رولز، قواعد، قوانين. هتقول للناس يا جماعة لو سمحتم هنتجمع الساعة كذا، ما ينفعش حد يجي متأخر. يا جماعة بعد اذنكم اللي عايز مثلا يلعب ألعاب معينة يجيب معاه الفلوس بتاعته. يبقى دي رولز بتحطها للرحلة. A list of rules to follow on the day of trip. وبيقول لك لو انتوا مجموعة ادي كل واحد مهمة. يعني انت مثلا يا احمد قول لنا نروح رحلة ايه، وانت يا سلمى قول لنا سعر الرحلة ممكن يبقى مناسب نقول ايه، يعني مثلا الناس يدفعوا كام. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ قسمنا الحاجة كل واحد ليه المهمة بتاعته. If you have group of people each person one section. ودلوقتي هيديلك مشكلة تانية بيقولك برضو قسمها لأجزاء عشان تبدأ تحلها. If your Microsoft Word is not responding، لو فتحت برنامج الوورد ولقيته مش شغال. Number 1 make sure your keyboard is well connected، اتأكد ان الكيبورد متركب صح. Restart your computer، اقفل الكمبيوتر وافتحه تاني. بعدين حاول تاني تكتب على الوورد. Type a few letters on a word. طيب لو ما اشتغلش حط هيبص جديد ان الكيبورد بايظه، ابدأ حط كيبورد جديده. Try connecting another keyboard. طب لو ما اشتغلتش ask your teacher for help to solve the problem. خلي التيتشر بتاعك يساعدك في حل المشكلة. وبكده نكون خلصنا lesson 2. lesson 3 بيكلمنا ازاي نعرض الانفورميشن بتاعتنا presenting information to other. يعني لو انا مثلا عايزه اعمل فيديو او عايزه اقدم ريبورت لحد ممكن استخدم برامج. البرامج دي اسمها ايه؟ اول حاجه بيقولك ان انت عندك كده شنطه برامج. شنطه البرامج دي اسمها ايه؟ مايكروسوفت 365. يبقى مايكروسوفت 365. ايه ميس ده؟ دي شنطه برامج جواها برامج اسمها ايه؟ جواها برنامج الباوربوينت، جواها كمان برنامج الوورد، وكمان جواها برنامج اسمه بابلشر. يبقى شنطة البرامج اللي اسمها مايكروسوفت 365 فيها 3 برامج: باوربوينت، وورد، بابلشر. الشنطة دي هستخدمها امتى يا مس؟ لو انا عايزة اعمل بريزنت الانفورميشن بتاعتي، لو عايزة اعرض الانفورميشن بتاعتي، بستخدم شنطة برامج فيها 3 برامج: PowerPoint, Word, Publisher. To create digital poster or billboard، لو انت عايز تعمل بوستر او اي منشور you need to use software، لازم تستخدم برنامج. البرنامج بتاعنا اسمه ايه؟ مايكروسوفت 365. البرنامج ده include ايه؟ جواه 3 برامج اسمهم ايه؟ باوربوينت، وورد، بابلشر. طب يا ميس عشان استخدم السوفت وير ده اللي هو مايكروسوفت 365 هحتاج لي ايه؟ هحتاج لجهاز ديجيتال ديفايس. لازم يكون معايا لابتوب او كمبيوتر او مثلا عندي موبايل حديث. كمان لازم تحتاج ان الكمبيوتر بتاعك يكون معمول له ابديت عشان يقدر يشغل السوفت وير ده. يبقى تاني to access Microsoft 365 bundle، عشان تشغل البرامج اللي موجودة جوه Microsoft 365 you need to have digital device. الجهاز ده يقدر يشغل البرامج that supports software. وكمان بتحتاج ايه؟ ان الجهاز بتاعك يكون معمول له update علشان يقدر يتعامل مع البرنامج اللي انت منزله ده. you need to update your computer to handle the software. يبقى عشان اشغل المايكروسوفت 365 you need to have digital device and update your computer.
اوكي، انا يمس معايا دلوقتي مجموعة البرامج بتاعت مايكروسوفت 365. هبدأ بقى اشتغل. بيقولك اول ما تيجي تعمل البوستر او تعمل اي لوحة اعلانية، لو سمحت اهتم ان يبقى فيه سبيس كده متسابة يمين وشمال. يعني شايفين السبيس دي، المسافة اللي اليمين والشمال دي اسمها ايه؟ اسمها مارجن. المارجن ده بيخلي شكل البوستر مظبوط، بيخلي شكل اللوحة الإعلانية شكلها مش كراودد كده، مش مليانة، مش مزدحمة، بتخلي الناس يشوفوا البوستر كده يبقى عينيهم مرتاحة. يبقى بيقولك أول حاجة لازم تسيب مارجن. وكمان بيقولك إن 25 ملم ده المارجن المظبوط عشان تطلع جود بوستر. يعني سيب من هنا 25 ملم وسيب من اليمين كمان 25 ملم. يبقى يعني ايه مس كلمة margin؟ Margin is a space left around the edges of your poster or your billboard. يعني هي ال space left around edge. space left around edge. السبيس اللي بسيبها جنب الحواف كده وابدأ كتابة. يبقى margin is a space left around the edge of your poster or billboard. ويقولك المسافة دي أسيب مسافة قد إيه؟ 25 ملم margin will help design a good poster. البوستر بتاعك هيبقى good كويس لو سبت يمين وشمال مسافة 25 ملم. وبيقولك ان لازم مهم جدا ان انت تسيب المسافة دي يمين وشمال، عشان لو انت حطيت المحتوى بتاعك قريب خالص من الايدج، الملصق بتاعك او البوستر بتاعك هيبقى مكتظ مكركب كده على بعضه، وكمان هيبقى غير جذاب not visually appealing. وكمان ممكن اللي بيشوف يحس ان هو البوستر مزدحم كده وcrowded، يعني مليان بالمعلومات. It's important not to crowd the edge of poster. خلي فيه مارجن يمين وشمال. if you include content too close to the edge، لو حطيت الكونتنت بتاعتك قريب من الحافة، يعني ما سبتش المارجن ده، it will appear cramped، يعني الملصق بتاعك هيبقى كده crowded، يعني هيبقى زحمة. not visually appealing، غير جذاب، مش مريح للعين. overwhelm the viewer، يعني بيخلي المشاهد كأنه شايف حاجة زحمة كده، مزدحم بالمعلومات. يبقى لو انت محطتش المارجن it will appear cramped not visually appealing overwhelm the viewer. ماشي يا ميس، انا سبت مارجن 25 ملم، اعمل ايه تاني؟ بيقولك اختار مقاس للخط يكون مناسب للقراءة. choose a font size that easy to read. لو حطيت خط صغير جدا انت كده بتتعب الناس اللي بتشوف البوستر، هتعمل له سترين، يعني ألم في عينيه، مش هيشوف كويس. ولو اخترت خط كبير جدا انت كده محتاج انك تحط معلومتين تلاتة، كلمتين تلاتة في البوستر. limit amount of information، يعني كمية معلومات صغيرة عشان انت استخدمت خط كبير. امال يميس استخدم ايه؟ choose the font size that easy to read. علشان ال small font size بيعمل ايه؟ بيعمل strain to read the information. طيب وال too big font size ايه العيب بتاعه؟ ان انا احط خط كبير، انك هتحط حبة معلومات صغيرين، كلمتين تلاتة. you have to limit the amount of information. وكمان بيقولك simple is better، يعني لما تحط خط حط خط واضح، مش لازم الخطوط اللي بيبقى فيها ديكور كتير كده، تبقى اصلا مش عارف الحرف ده حرف ايه من كتر ما الحرف فيه decoration كتير. بيقولك decorative font distracting and hard to read، بيشتت الانتباه وكمان بيبقى صعب في القراية بتاعته. decorative font distracting and hard to read. يبقى استخدم font size easy to read، لا هو small font size ولا هو big font size. وما تستخدمش كمان decorative font because it's distracting and hard to read. وكمان وانت بتختار الالوان بتاعه الكتابه حاول ما تحطش الوان كتيره جدا في البوستر بتاعك، بالكتير 3 الوان. choose color not more than 3 colors. كمان لما تيجي تختار ال3 الوان دول اختارهم لايقين على بعض. choose colors combination that match، يعني الالوان اللي انت بتختارها اختارها لايقه على بعض. وكمان خلي بالك وانت بتختار الالوان من الخلفيه، يعني ما تستخدمش خط نفس اللون بتاع الخلفيه اللي ورا، فكده ما تقدرش تقرا الخط بوضوح. take in your consideration، حط في اعتبارك the color of background، اللون بتاع الخلفيه when you choose the font color. وانت بتختار الالوان بتاعه الكتابه اللي هتستخدمها خلي بالك وخلي في اعتبارك اللون بتاع الباك جراوند الخلفيه. كمان بيقولك لو انت عايز توضح معلومه معينه اعملها بالخط العريض. use bold color for information you want to emphasize،
يعني استخدم الخط العريض للمعلومة اللي انت عايز توضحها. ولو انت عايز تحط صورة في البوستر بتاعك دي حاجة كويسة. It's common to use image on poster or billboard. يعني دي حاجة مشهورة انك تستخدم صورة، لكن لما تيجي تستخدم صورة استخدمها ايه؟ clear واضحة، good quality بتاعها عالي، appropriate image in terms of the content. يعني استخدم صور related للموضوع بتاعك، يعني حاجة لايقة على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. كمان بيقولك لو انت هتصور صورة وتحطها في البوستر، وانت بتصور الصورة ركز على الحاجة اللي انت بتتكلم عليها. يعني لو عامل بوستر عن القطة، ركز على القطة في الصورة اللي انت هتاخدها. كمان خلي بالك من الباك جراوند وانت بتصور الصورة، يعني القطة اللي بتصورها بص كده وراك في حاجة في الأرض، في حاجة مش نظيفة وراها. وكمان صور القطة في مكان مليان إضاءة أو الإضاءة بتاعته كويسة. To take a good photo, focus on the subject of your photo. ركز على الحاجة اللي انت عايز تصورها. Pay attention to the background. خلي بالك من الخلفية اللي وراها. وكمان خلي فيه ضوء وانت بتصور الصورة بتاعتك. Enough light to see your subject. وبكده نكون خلصنا lesson 3. بليز لو استفدت من الفيديو press like، دوس على لايك واعمل شير لاصحابك اللي في الكلاس. ويلا بينا نبدأ نحل الأسئلة. Question number 1. Choose the correct answer. هنبدأ من أول number 10. Point is educated guess about how things work. مين هو التخمين المدروس عن الحاجة دي بتشتغل ازاي؟ هختار كلمة hypothesis اللي هو الفرض اللي أنا بحطه. Number 11. The first step in problem solving is. من هي الخطوة الأولانية عشان أحل المشكلة؟ hypothesis testing، إن أنا أختبر الفرض اللي أنا حطيته، ولا asking your teacher اللي أنت تسأل التيتشر بتاعك، ولا hypothesis building يعني إن أنت تحط الفرض بتاعك، تبني الفرض بتاعك. طبعا أنا في الأول بحط الفرض بتاعي وبعدين بعمل له test. يبقى أول خطوة في problem solving is hypothesis building. Number 12. When using ICT tools, you may face what? That you will need to think through and solve. بيقولك وانت بتستخدم أدوات التكنولوجيا ممكن تقابل ايه؟ You may face problems. المشاكل اللي انت بتقابلها دي لازم تفكر وتحلها. Number 13. Which of the following is not of the common step to solve a problem? بيقولك مين ان انا هقوله ده مش واحدة من خطوات حل المشكلة. test your hypothesis انك تختبر الفرض اللي انت حطيته دي معانا. learn from our mistakes انك تتعلم من الاخطاء بتاعتك برضو دي معانا. لكن ينفع نعمل ignore للبروبلم، انك تتجاهل بقى المشكلة، مش عارف تحلها فخلاص بقى تيأس كده وتسيب المشكلة؟ طبعا هي دي اللي هختارها. الستاب دي مش موجودة في الستابس to solve problem. في الخطوات بتاعت حل المشكلة مفيش حاجة اسمها ان انا اعمل ignore للمشكلة بتاعتي اتجاهلها. Number 14. To solve a specific problem, you must know at the problem. لازم تعمل ايه في البروبلم عشان تحلها؟ leave تسيبها، break down تقسمها، ignore تتجاهلها. طبعا قلنا لازم نعمل البروبلم break down عشان نقدر نحلها بسهولة. Number 15. You watched your teacher make sure that the keyboard cable is connected to the place designed for it. This means that he is talking which step. بيقولك لو انت شفت التيتشر بتاعك ماسك الكابل بتاع الكيبورد بيحاول ان هو يركبه في مكانه كده ويشوفه متركب صح ولا لا، يبقى هو كده بيعمل ايه؟ بيحط فرض، ولا بيختبر الفرض اللي هو حاطه، ولا ديجيتال فوت برينت؟ دي بعيدة خالص عن الاختيار بتاعنا. هو هنا التيتشر حط هايبوثيس ان الكابل بتاع الكيبورد مش متركب صح، فبدأ يعمل تيست للهايبوثيس بتاعه وبدأ ان هو يشوف الكابل محطوط صح في مكانه ولا لا. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ hypothesis testing. Number 16. What should you do if your hypothesis is not correct؟ لو انت الفرض اللي انت حطيته كان غلط هتعمل ايه؟ Make a new hypothesis based on what you learned. حط فرض جديد بناء على اللي انت اتعلمته. Give up يعني ييأس وما تكملش حل. Ignore it and move on يعني سيبك منه كمل كده طريقك. طبعا هتعمل ايه لو الفرض بتاعك ما طلعش صح؟ هتعمل ايه؟ هتتعلم منه وهتحط فرض جديد. Make new hypothesis based on what you learned. Number 17. You should be careful when solving problem that may pose a risk to you during which step. بيقولك لازم تخلي بالك وانت بتحل المشكلة، لازم ما تعرضش نفسك للمخاطر في انهي بقى مرحلة. في الهايبوثيس بيلدينج في ان انت بتحط الفرض بتاعك، ولا ان انت تختبر الفرض بتاعك، ولا في الداتا كولكشن وانت بتجمع الداتا. طبعا وانت بتعمل تيست للهايبوثيس بتاعك لو سمحت ما تعملش حاجة خطر. Number 18. What should you do before conducting a test؟
تعمل ايه بعد ما تعمل التست بتاعك؟ make sure the test is not safe، اتأكد ان التست بتاعك ده حاجة غير آمنة. make hypothesis، يعني حط الفرض بتاعك. conduct the test without thinking، اعمل التست بتاعك من غير ما تفكر. طبعا لا يميس، انا الاول بحط الفرض بتاعي وبعدين ببدأ اعمل التست عليه، يعني make a hypothesis. Number 19. Construct a what is attempt to answer your question with an explanation that can be tested. مين هي المحاولة انك تقدر تجاوب على الكويتشن بتاعك بالتفسير اللي انت حطيته واللي انت عايز تختبره؟ انك تحط ايه؟ طبعا انك تحط الفرض. يعني construct a hypothesis is attempt to answer your question. Number 20. Microsoft 365 package contain what؟ بيبقى جواها ايه؟ Microsoft Word ولا Paint ولا Google Chrome؟ طبعا هختار Microsoft Word. Number 21. To create a poster، عشان اعمل البوستر you should think about what؟ لازم تفكر في ايه؟ margin اللي هو المسافة اللي احنا قلنا بنسيبها يمين وشمال، font size ولا الاتنين؟ طبعا هختار، طبعا لازم اركز على الاتنين، المسافة والخط اللي انا هختاره. Number 22. The amount of empty space between the edges is called what؟ المسافة الفاضية اللي جنب الحواف بتاعت البوستر بتاعي دي اسمها ايه؟ طبعا اسمها margin. Number 23. If you choose a which font size your audience will have to strain to read the information. بيقولك لو استخدمت انهي خط الناس هيبقى عينيها كده وجعاها مش شايفين كويس، لو استخدمت الخط الكبير ولا الخط البولد يعني العريض ولا الخط الصغير. طبعا لو استخدمت ال small font it will cause strain to read the information. بص اس و اس، ال small بيعمل strain، ال small الخط الصغير ده بيوجع العين. Number 24. A complicated or decorative font، الخط اللي بيبقى فيه ديكور زيادة عن اللزوم ده بيعمل ايه and hard to read؟ بيعمل ايه؟ بيعمل تشتيت للانتباه وصعب انك انت تقراه. distracting and hard to read. Number 25. The small number of colors used inside the poster make it ايه؟ لما تستخدم عدد ألوان حبة صغيرين بيخلي البوستر بتاعك ايه؟ شكله حلو وملفت للنظر. striking. Number 26. Point should be used in poster or billboard not more. لازم تستخدم ايه؟ 3 color ولا 2 color ولا 4 colors؟ طبعا اختار 3 colors، مش اكتر من 3 الوان، يبقى using 3 color not more. Number 27. If you use which font size you will have to limit the information. بيقولك لو انت استخدمت انهي خط لازم تستخدم معلومات حبة صغيرين. لو استخدمت ايه؟ too big font size، استخدمت خط كبير هتحط في البوستر كلمتين 3 وتلاقي البوستر بتاعك خلص. Number 28. Point include different options to choose from such as PowerPoint, Word and Publisher. مين بقى شنطة البرامج اللي جواها الباوربوينت والوورد والببلشر؟ برافو عليكم، مايكروسوفت 365. Number 29. From the tips to take good photo، عشان تاخد صورة كويسة. Focus on subject on photo، ركز على الحاجة اللي بتصورها. Never use phone flash، ما تستخدمش الفلاش بتاعت الموبايل بتاعك، ما تستخدمش الفلاش بتاع الموبايل بتاعك. Take photo in complete darkness، خد الصورة بتاعتك في الضلمة. طبعا عشان تاخد صورة كويسة focus on the subject of photo، يعني ركز على الحاجة اللي انت بتصورها. Number 30. It's important to leave margin around the edges of poster or billboard. ليه لازم أسيب margin حوالين الحواف بتاعة البوستر أو البيلبورد؟ to help to save paper، عشان توفر ورق. to make poster look bad، عشان تخلي البوستر بتاعك شكله وحش. to prevent the poster from looking cramped، يعني عشان ما تخليش البوستر بتاعك مكتظ كده ومليان بالمعلومات كده crowded مزدحم، لازم تسيب margin around the edge. اختار to prevent poster from looking cramped. Question number 2 both right or wrong. هنبدأ من أول number 10. In your daily life you don't face any problem when using ICT tools. بيقولك لما تستخدم أدوات التكنولوجي في حياتك اليومية مش بتقابل أي مشكلة. طبعا غلط، بقابل مشكلة وبحاول أحلها. Number 11. Constructing a hypothesis is the first step in problem solving. إنك تفترض الفرض بتاعك مرحلة هي أول خطوة في خطوات حل المشكلة. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 12. The first step in problem solving is hypothesis testing. لا مش أول مرحلة هي الhypothesis testing، لأ، أول مرحلة هي الhypothesis building. الجملة بتاعتي غلط. Number 3. Conducting unsafe tests is okay in problem solving.
يعني عادي تعمل اي تيست غير آمن، دي حاجة كويسة يعني مسموح بيها وانت بتحل المشكلة. طبعا الجملة بتاعتي wrong. Number 14. When making a guess to solve a problem, this guess is called hypothesis. لما بتحط فرض عشان تحل المشكلة ده بيتسمى فرض. الجملة بتاعتي true. Number 15. Failing a test can be a learning opportunity. يعني بيقولك لما انت تعمل تest ويفشل منك دي فرصة للتعلم. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 16. When testing your hypothesis, it's necessary not to do any tests that put you at risk. وانت بتعمل تيست للفرد بتاعك ما ينفعش تعمل تيست يعرضك للمخاطر. الجملة بتاعتي true. Number 17. A hypothesis is a specific answer and doesn't need to be tested. بيقولك الفرض هو عبارة عن رد علمي للمشكلة اللي انت بتقابلها ومش بيحتاج ان انت تختبره. لا يا ميس غلط، الفرض لازم اعمل له تيست عشان اتأكد منه. Number 18. Breaking down problem into smaller section doesn't help in solving problem. لما تقسم المشكلة لحتت صغيرة ده مش بيساعدك لحل المشكلة. طبعا الجملة بتاعتي غلط. Number 19. Your success in solving the problem means you succeeded in test your hypothesis. ان انت تنجح ان انت تحل المشكلة بتاعتك يبقى انت نجحت في اختبار الفرض اللي انت حطيته. طبعا الاجابة بتاعتي true. Number 20. When organizing a class trip, you don't need to decide on a destination. يعني لو عملت رحلة مش لازم انك تحدد المكان اللي انت رايحه. طبعا الجملة بتاعتي غلط. Number 21. Microsoft 365 bundle includes PowerPoint, Zoom, WhatsApp. بيقولك الشنطة بتاعت البرامج بتاعت مايكروسوفت 365 جواها باوربوينت وزوم وواتساب. لا يا ميس غلط، ما كان جواها ايه؟ باوربوينت وورد ببلشر. Number 22. A margin of 25 mm can help design a good poster by preventing it appearing too cramped. بيقولك انك انت لما تسيب margin، لما بتسيب كده هامش مسافة من يمين وشمال، بتساعدك انك تعمل بوستر ما يبقاش crowded كده ولا يبقى مزدحم. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 23. More decorative fonts in your poster are not preferable when making it. بيقولك انك تستخدم الخط اللي فيه ديكور كتير حاجة مش مفضلة. طبعا الجملة بتاعتي true. Simple is better، يعني انك تستخدم حاجة simple وتقدر تقراها كويس، ده احسن من انك تستخدم decorative fonts. Number 24. Margin is not important when creating a visually appealing poster or billboard. بيقولك مش مهم انك تسيب margin، مش مهم انك تسيب مسافة يمين وشمال. طبعا الجملة بتاعتي غلط. Number 25. When choosing color for poster, it's better to use more than 5 colors. لازم تحط أكتر من 5 ألوان. لا يا مس غلط، بالكتير 3 ألوان. Number 26. While creating a poster, it's preferable to choose two large fonts. استخدم خط كبير. طبعا غلط، عشان لو استخدمت خط كبير هتضطر انك تحط limit amount of information، تحط معلومات حبة صغيرين لو استخدمت خط كبير أوي. Number 27. The amount of light in a photo doesn't matter when taking good photo. عشان تاخد صورة كويسة مش مهم كمية الضوء. لازم استخدم كمية كافية من الضوء علشان الفوتو بتاعتي تبقى واضحة. Number 28. A suitable font size is better for presenting information because it allows more content to fit in the poster. بيقولك لازم تستخدم خط مناسب عشان البوستر بتاعك يبقى مظبوط. الجملة بتاعتي true. Number 29. It's necessary to have good quality image on posters or billboards. بيقولك لازم تستخدم good quality image يعني صور بجودة عالية. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 30 and last question. Using software to create a digital poster require digital device that supports the software. بيقولك عشان تستخدم برنامج معين لازم يكون معاك جهاز بيدعم البرنامج ده أو بيقدر إن هو يشغله. الجملة بتاعتي true. بتمنى أكون قدرت أساعدكم. بليز لايك وشير للفيديو لجروب كلاس. أشوفكم إن شاء الله في مراجعة الترم على خير. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. أشوفكم مع ألف خير. سلام.